طريقة عمل المكبوس البحريني. بنحط البصل حوالي 3 كيلو، بهارات صحيحة، ورق لورا، قرفة. بنقلب كله مع بعضه. فلفل قطع صغيرة، طماطم قطع صغيرة، توم، 2 صلصة. بنبدأ نحط التوابل أو البهارات بتاعتنا. ليمون أسود، معلقتين ليمون أسود كبار. معلقة شطة أو فلفل أحمر. كزبرة معلقتين. كمون معلقتين. فلفل أسود معلقتين. بهارات مشكلة معلقتين. بنبدأ نقلب البصل بتاعنا لحد ما ياخد لون من غير دهن أو زيت، وبنبدأ ننزل الدهن بتاعنا ونقلب لحد ما ياخد اللون. نقلب البصل وبنبدأ نحط التوم بتاعنا. ونقلب التوم مع البصل مع الزيت. طبعا الزيت آخر حاجة يا جماعة. البصل الأول بيستوي من غير زيت أو دهن لحد ما ياخد اللون الأصفر أو البني. بنبدأ نحط الفلفل والطماطم، حوالي تلات وحدات طماطم، 3 وحدات فلفل. وبنقلب كله مع بعضه. ما شاء الله ريحة جميلة. نقلب الفلفل مع الطماطم مع البصل مع الثوم. واخر شي بنحط البهارات او التوابل بتاعتنا اللي اتفقنا عليها. بنقلب كله مع بعضه. بنقلب كله مع بعضه وننزل ب2 صلصة او معجون طماطم. ركزوا في الخطوات دي يا جماعة. وبنقلب كله مع بعضه، صلصة مع الفلفل مع الطماطم. وبننزل آخر حاجة المية حسب الرز أو العيش اللي هتسويه. والملح حوالي 200 جرام ملح. وبنقلب كله مع بعضه. المية بتاعتنا بتغلي ونبدأ نحط الدجاج أو الفراخ. حوالي بتاخد سوا يا جماعة 45 دقيقة. طبعا بعد 45 دقيقة بنبدأ نطلع الدجاج. ما شاء الله مستوي، توابل فيه جميلة وروعة.
ده شغل المطاعم يا جماعة. المكبوس البحريني على أصوله. بنبدأ نطلع الدجاج. بعد ما الدجاج بيطلع بنبدأ نحط العيش بتاعنا أو الرز ونقلب. شايفين المية يا جماعة؟ بسوى العيش أعلى شوية، حوالي 2 سنتي أو 3 سنتي بالظبط. وبنبدأ نسيبه حوالي 10 دقايق على نار عالية ونقلب العيش بتاعنا. بعد حوالي 10 دقايق السوا حوالي بياخد يا جماعة ربع ساعة. بعد ما استوى ما شاء الله، رزية طويلة وجميلة، الملح مظبوط، البهارات مظبوطة، ونبدأ نحط الدجاج عليه. ما شاء الله، وبالهنا عليكم، وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.